أهلا بيكو. بيبدأ مسلسلنا بوجود شيطان الظل اللي كان عايز يدخل لعالم البشر بأي شكل، وفي الملك العجوز يمنعه وكان فاكر إن الشيطان مش هيقدر عليه، لكن للأسف شيطان الظل كان جاي ومجهز كل قوته وقدر إنه يخترق كل تعاويذ الحماية الموجودة. مش بس كده، ده كمان قضى على الملك العجوز اللي قال قبل ما يموت إن معنى دخوله لعالم البشر إن الكارثة هتحل. مع ذلك لازم يعرف كويس إن الأمل لسه موجود وإنه هيظهر بطل هيقدر يقضي عليه. بننتقل بالأحداث لعالم البشر. كانت الأميرة هونجيان ماشية بعربيتها ومعاها لو مجموعة من الأشرار كانت بتطاردهم، محدش كان عارف دول مين أو عايزين إيه. لو كان قلقان جدا، طمنته هونجيان وقالت له إنها مش هتتخلى عنه أبدا. فهمته إن مملكة بيشو اللي هم منها كانت علاقتها طول الوقت كويسة مع كل القرى اللي حواليها. للأسف المجرمين عملوا حيلة وحطوا حبل قدام العربية علشان يجبروهم على الوقوف، وده اللي حصل واتقلبت العربية. خرجت هونجيان ووقفت تقتلهم بمنتهى القوة وقالت لهم ان الارض اللي واقفين عليها تبع مملكة بيشو. رد عليها رئيس المجرمين وقال لها ان كل ده مش مهم بالنسبة له، وبعد كده امر الحراس اللي معاه انهم يقتلوها هي والامير لو. هونجيان كانت قوية جدا وقدرت انها تقضي عليهم واحد ورا التاني لحد ما قدروا انهم يوقعوا السلاح من ايدها ويخلوها تستسلم. وجه حارس عملاق واستعد بسلاحه علشان يقضي عليها. في اللحظة دي خرج له وهو بينادي باسمها، ضربوه وخلوه يفقد وعيه. في نفس اللحظة دي ظهر لاعب كرة سلة من العالم الحديث كان موجود جوه بحر روحه، لكن ما كانش فاهم اي حاجة خالص. ظهرت قدامه صورة لو وفضل ينادي عليه علشان ينقذه. فجأة لقى روح الملك العجوز سحبته ليه، قالوا ان ده مصيره ولازم يقبله. حدف كل قوته جوه مصفوفة خليته يدخل جسم لو، وبقى هما الاتنين شخص واحد قوته كبيرة جدا. وبعد ما قضى على المجرمين اغمى عليه ووقع في الارض. لما فاق لقى نفسه في العربية مع هونجيان وشيويه. طبعا ما كانش عارف هما مين. مسكت شيويه فرشة سحرية وعملت بيها حركات، وكانت دي طريقتها في الكشف عليه. قالت ان اصابته كبيرة، فعلا كانت الجروح مغطية كل جسمه حتى وشه كمان. وعرفته هونجيان على نفسها وكمان على شويه اللي اتربى معاها في القصر. عرفته كمان ان اللي سايق العربية يبقى كوشنج، واكتر كلمة لفتت نظره هي كلمة القصر. سألها فين القصر ده. لما بدأت توصف له موجودين في مملكة بيشو نسي كل حاجة من تأثير اللي حصل له، لكن مع الوقت اكيد هيسترجع. كانت هي وشيويه مستغربين من القوة القتالية اللي بقى فيها، لأنه كان بيرفض إنه يتعلم الفنون القتالية. قالت له شيويه إن التقنية اللي استخدمها الحكيم نفسه لسه ما تعلمهاش، والمتدربين بالتقنية دي بيبقى هدفهم إنهم يخترقوا حدود الخاصة لأنها بتتجاوز الزمان والمكان. أول ما سمع منها كده فهم إنه موجود في مكان غير العالم اللي عايش فيه. حكى لهم على الحلم اللي ظهر له فيه روح الملك العجوز اللي قال له إنه عنده موهبة نادرة خلته يتعلم التقنيات. وفضلت شويه تشرح له كل مراحل الدفاع عن النفس والمهارات القتاليه، وفوق كل ده تعويذه التنين اللي بيها المقاتل بيقدر يكسر الزمان والمكان. فهم له ان لو اتعلم التعويذه دي هيقدر يرجع للعالم بتاعه من تاني، ومشي في طريق تدريبات وطلع على سلم المرحله الاولى، وكل ده جوه بحر روحه لانه كان في الحقيقه لسه مجروح. لكن استخدم تمارين التامل علشان يخترق بيها مستويات التدريب، وفعلا وصل للمستوى التاني، وكل ده وهو قاعد في مكانه. ولما شويه وهونجيان عرفوا كده كانوا فرحانين جدا علشانه، وقالوا له انه لو قدر يوصل للتعويذه هيخلي مملكه بيشو في مكانه افضل بكتير جدا. ولما لقوا جسمه تاب بداوا يمدوه بالطاقه، وقتها كل الجروح اللي في جسمه اختفت وبقى اقوى بكتير لانه وصل للمستوى الثالث. بس لحد كده قال انه مش قادر يكمل ومش هيعرف يخترق المستوى الرابع. قالوا عليه انه طماع جدا واخدوه وكملوا رحلتهم، وكان بيستكشف كل حاجه وكان بيشوفها لاول مره. قالت له هونجيان انه اتربى هو وشيويه في القصر، قليل جدا لما كان بيخرج. فضلوا ماشيين بالعربية لحد ما وصلوا لقصر. طبعا كل الموجودين كانوا بيتعاملوا معاه باحترام كبير، وهو كان مبسوط انه عايش في مكان فخم زي ده. بلغ الحراس هونجيان ان اللورد شوان عايز يقابلها، فطلبت منهم يدخلوه القاعة الملكية وسألته عن سبب الحاجة في زيارتها. فقال لها انه عايز يستقيل من وظيفة رئيس مجلس الوزراء. وكان له شيويه واقفين بيسمعوا اللي بيحصل وحسوا انه مش مرتاح ابدا ليه. ففهمته شيويه ان في 2 لوردات في المملكة، واحد منهم يبقى اللورد شوان والتاني يبقى والده اللورد نانلي. ولما هونجيان سألت شوان عن سبب استقالته قال انه بيخدمها من كل قلبه على عكس اللورد نانلي، وان له ملوش الحق في ورث منصب والده، وان المفروض يعملوا انتخابات. لكن الملكه ردت عليه وقالت له ان اللورد نانلي انقذ حياتها وما ينفعش تعمل كده في ابنه. رد عليها اللورد شوان وقال لها ان اساس المملكه هو فنون الدفاع عن النفس، وله ملوش اي علاقه بالموضوع ده، ولو الناس عرفت انها بتجامله لانها بتحبه وقتها رد الفعل مش هيكون كويس. دخلوه في الكلام وقال له انه مستعد ينجح في اختبارات المحاكمه ال3، وقتها هيبقى من حقه انه يورث لقب والده. ضحك شوان وشاف ان ده اقتراح كويس جدا، وده لانه كان متاكد ان لو فاشل ومش هيقدر يعمل حاجه. خرج من المكان وكانت هونجيان قلقانه جدا على لو، بس هو طمنها. حتى شويه قالت لها انها هتبذل كل جهدها وهتساعده علشان يقدر ينجح. اما شوان فرح قابل ابنه تشونج وقال له على اخر الاخبار. كده تشونج ان له هيفشل فشل ذريع وانه هيفوز بالمكانه دي بداله. ما كانش يعرف ان شويه اخدت له وبدات تدربه، وقالت له ان والده قدر يخلي مملكه بيشو افضل مملكه ما بين ال 800 مملكه اللي حواليهم. عمل كمان محاكمه من 3 مستويات اللي يقدر ينجح فيهم،
يبقى وريثه المرشح المفروض انه يفوز باللقب ده يبقى ابن اللورد شوان. رد عليها بتكبر وقال لها ان قبل ما النتيجه تبان كل واحد من حقه انه يتخيل انه فايز. وقتها حست شوي انه اتغير كتير عن الاول وبقى بيتكلم بقوه. سالها ان كان يقدر فعلا ينجح في الاختبار ده قبل ما يوصل للمستوى الرابع. قالت له ان لو وصلوا للمستوى السادس هم بس اللي هيقدروا ينجحوا في الاختبار، لكن المستوى الرابع من تعويذه التنين اقوى بكتير من المستوى السادس العادي. طلع الكنز من معاها وقالت له ان لو استخدمه هيقدر يزود قوته. وجهزت الكنز وخلته فوقه، نقلته لعالم تاني فيه وحش تعبان عملاق بيهاجمه، وهما الاتنين محبوسين جوه الجرس الكبير. وسمع صوت شوي وهي بتقول له ان لو قدر يقتل التعبان هيفوز بقوه كبيره جدا هتساعده في الاختبارات اللي هيدخلها. وفضل شوي يحاول انه يضرب التعبان، لكن شوي حست ان في حاجه غلط. كانت خايفه عليه جدا وفضلت تنادي عليه واستنته يرد، بس هو خرج خالص. سالته ازاي قدر يخرج بالسرعه دي، قال لها انه استخدم ايده وقضى على التعبان وبكده قدر يخرج بامان. كانت مش مصدقه ان ايده قويه لدرجه انه يقتل بيها تعبان الكنز. وقفت تختبره بنفسها وبقت تهاجمه، وكل ما يصد ضرباتها تزود الهجوم اكتر لحد ما كانت مش مصدقه نفسها. اخدته وراحت قعدت عند البحيره وطلبت منه ما يلومش هونجيان انها حطته في الموقف ده، لانها طول الوقت بتحاول انها تدافع عن قصر اللورد نالي، غير انها بتواجه تحديات كتيره وصعوبات علشان تحميه، وانها اوقات كتيره بتزعل من نفسها انها مش قويه كفايه علشان تساعدها، وبتتمنى كل يوم انها تبقى اقوى من الاول علشان تقدر تساعدها. ويفلو رد عليها بكل قوه وقال لها ان هو اللي هيحميهم. ورجع للقصر وخرجوا مع هونجيان علشان يحضروا المسابقه. وصل اللورد شوان على ظهر تنين شكله مرعب جدا، كان معاه ابنه. قالت الملكه قدام الكل ان اللورد نالي قدم مساعدات كتيره للقصر، ومع ذلك اللورد اعترض على ان ابنه له يورث منصبه بحجه انه ضعيف، علشان كده وافقت على دخول له للاختبارات الثلاثه. لو نجح فيها يبقى منصب والده من حقه. فرد شوان وقال لها ان لو مش هو المرشح الوحيد اللي موجود، لكن كمان ابن لالي الثاني والده قبل ما يموت قال ان من نسله وهو كمان هيرشح نفسه لنفس المنصب، وعامه الشعب الموجودين هيكونوا حكم وهيشوفوا بعينهم الفايز اللي يستحق انه يبقى وريث اللورد نالي. دي حاجه اتفاجئ بيها الكل، خصوصا لما دخل كبير الخدم السيد تايلاي في ايده رساله اللي بتثبت صحه كلام شوان. لو ما كانش عنده مانع ابدا انه يخوض المنافسه دي. ونعرف ان تايلاي هو اللي راح عند لوشينج وطلب منه انه يدخل المنافسه علشان يسترد حقه في قصر والده وينقذ المنصب من ايد لو الفاشل. طبعا لوشينج ما صدق انه يلاقي الفرصه اللي ينتقم بيها من لو اللي عاش مرفه طول حياته على عكسه. حتى والده لوشينج شجعته وقالت له انه لازم يفوز بحقه. وفي لوشينج اتحدى لو وبدات المنافسه على طول. ظهر قدام كل واحد منهم مجموعه من الوحوش المخيفه، الكل قاعد يتفرج على لو وهو بيقتلهم بايد واحده واحد ورا الثاني. وقال شوان ان لو اكيد كان بيتدرب في السر. استغربت هونجيان من عدد الوحوش الكبير جدا اللي كان اضعاف العدد الحقيقي. طلبت من شوان انه يفسر لها ايه اللي بيحصل. قال لها ان هو اللي عمل كده علشان يظهر القوى الحقيقيه للمشتركين، اختيار الفائز يكون عادل. وقال في باله ان لو حتى لو قدر على الذئاب الذهبيه اللي قدامه عمره ما هيقدر على الذئب الدموي الاخير. فعلا خرج الذئب الدموي وكان قوي جدا، وبرضه وقف لو يحاول يقتله لحد ما نجح. وبعد ما قضى على كل الوحوش بقى فتح البوابه اللي قدامه، كان فيها سجاده نار بدات تتجه ليه من كل الاتجاهات. طبعا شوان ما كانش متوقع انه يوصل للمرحله دي اصلا، وكان هيموت من الغيظ. لاحظ هونجيان ده كويس. قالت له ان لو بوظ له كل ترتيباته، وضحك وقال لها انه عايزها بس تراقب اللي بيحصل، لان لو عمره ما هيقدر يوصل للنهايه. فضل له يحاول انه يوقف سجاده النار قبل ما يوصل له، بس السجاد كان عدده بيزيد ولو واقف في النص بينهم حاول انه يصدهم لحد ما بقى خلاص مش قادر. طلع فوقهم وفضل يهرب من كل الاشواك اللي بتنزل عليه لحد ما وصل لبوابه دخل فيها. لقى قدامه عجل حربيه ليها ايدين فيها اسلحه حاده جدا، وظهر غيرها كتير، وبقى العجل الحربي هاجمه بشراسه. حاول له انه يكسرهم، لكن اكتشف انه مش هيقدر يعمل كده. قالوا انه لو فضل واقف قدامهم هيقطعوه. وفضل يجري والعجلات الحربيه تجري وراه لحد ما خلاهم يحوطوه، واستعدوا كلهم علشان يضربوه. هرب هو وخلاهم يضربوا بعض، وكده يبقى قضى عليهم كلهم. اتجه للتحدي الرابع اللي كان عباره عن متاهه الضباب. كان كل ما يخرج من باب بيلاقي نفسه في نفس المكان من تاني، لحد ما عرف ان ده عباره عن وهم. كسر مصفوفه الوهم وخرج لقى حجر بيكلمه وبيقول له انه لازم يقبل خدمه مملكه بيشو لان ده مصيره بما انه وصل ليه. نزل بقى قوه كبيره جدا عليه، وفضل له يصرخ ودخل العالم العقلي واتكلم مع الملك الكبير صاحب الورث اللي طلب من لون يتحداه علشان الميراث وكتفوه من كل اتجاه. كان له فعلا مش قادر يستحمل الألم لحد ما افتكر عيلته وقال انه لازم يرجع لهم، واستخدم قوة ايده في تكسير الروابط الذهبية اللي متكتب بيها وحرر نفسه. رجع تاني وقف قدام الحجر اللي اتحول لرمز اخده له علشان يحتفظ بيه هو واسوره ولؤلؤه فضيه. وبعد ما جمع الكنوز خرج لعامة الشعب وهو في ايده الرمز، وقال قدام الكل ان بقى الوريث الرسمي للورد نالي. برضه شوان عارض الكلام ده، بس هونجيان اتدخلت وقالت ما ان له فاز بالرمز من حقه انه يورث لقب والده، ورفعت ايده قدام الحراس وخلت الكل يهتف باسمه. وطبعا الخادم طايلي كان خايف جدا، ترجى اللورد شوان انه ينقذه، لكن اللورد شوان ضربه برجله وبعده عنه. وقف طايلي يطلب السماح من له. امر له الحارس كوشنج انه يحبسه في اوضه ويقدم له وجبات ويعامله بمنتهى الاحترام، لكن ما يخليش حد يقابله ولا هو يقابل حد لانه مش بيحافظ على اسرار القصر. قالت هونجيان انها مش هتجادل في الحيل اللي عملها شوان، لكن هتواجه،
أي تصرفات تانية بالقانون، وبما إن لوشنج مش واحد من العيلة المالكة فهيتم طرده فورا. طبعا شوان ما قدرش يتكلم واخد ابنه ومشي من سكات وما اعترضش. عرضت هونجيان على لو انه يعيش معاها في القصر، بس هو اعترض وقال لها انه متعود انه يعيش في قصره مرتاح وهيبقى سعيد لما تزوره وهو كمان يزورها. وافقت انها تسيبه براحته وقالت له انها تبعت له كل المكافآت. شكرها وطلع اللؤلؤه اللي كسبها في المسابقه وسالها عنها. هونجيان وشيوي اتصدموا أول ما شافوها. قالت له شوي إن الملوك القديمة جمعت كل التقنيات والأساليب القتالية جوه اللؤلؤة دي وسابوها ورث علشان واحد من الأحفاد المختارين يفوز بيها وتساعده على تنمية المهارات القتالية. اديتها له وقالت له إنها أكيد هتساعده، وقعدوا كلهم فرحانين وبيحتفلوا مع بعض. وقال لهم له إنه عاوز يحكي لهم قصة. فضل يتكلم كتير وهم منتبهين ليه لأنها كانت قصة أسطورية مشهورة عن اتنين من عالمين مختلفين حبوا بعض وقرروا إنهم يتجوزوا، بس لما اكتشفوا إن دي حاجة مستحيلة بسبب الصعوبات اللي اتحطت قدامهم اتحولوا لفراشات وقرروا إنهم يطيروا في كل مكان مع بعض بحرية علشان ما يخلوش الصعوبات العرفية تمنع حبهم. طبعا كان بيقول القصة دي لأنه حس إنه معجب بهونجيان جدا. من الواضح ان هي كمان كانت بتبادله نفس الشعور بدليل انها كانت بتحميه طول الوقت. اما اللورد شوان فكان حزين جدا هو وابنه، وحس ان لو كان بيخدعهم ووهمهم انه ملوش في التدريبات القتاليه، وقرروا انهم يفكروا في الخطوه الجديده اللي هيقضوا بيها على لو ده لانهم كانوا بيكرهوه جدا وعاوزين يخلصوا منه باي شكل. قرروا كمان انهم يأذوا هونجيان علشان ما تقدرش تدافع عنه مره تانية. وكان لو في الوقت ده بيحاول انه يطلع على الجبل وواجه صعوبات كتيره منها جليد وصعقات وبرق، ولما قرب انه يوصل من القمه ايده فلتت ووقع. لحق نفسه ومسك في فرع الشجره بسرعه وفضل يتسلق من تاني لحد ما طلع على قمة الجبل. وقتها ظهر له الملك القديم اللي شافه قبل كده في المحاكمات الثلاثة وقال له انه مش هيسمح له يتقدم خطوة واحدة. رد عليه له وقال له انه هيقف قدامه بكل قوته لحد ما يهزمه علشان يوصل للهدف اللي عايزه، وضربه بقوة وخلاه يختفي. رجع بعدها لهونجيان فرحها انه وصل للمستوى الخامس. وقتها طلعت قوس وادته وقالت له انه كان ملك لوالده ودلوقتي هو يستحقه، وانها محضره له هدية تانية وهو يشم ما كانش فاهم قيمته. فراح سأل شوي عليه وقالت له انه ممكن يوصل لمستوى طائفة التنين عن طريقه. ادت له مادة سحرية يحطها على اليشم، ففعلا عمل كده. وقالت له ان لو دخل جواها هيوصل له ويوصله لطائفة التنين ويقدر يتدرب هناك بنفسه. طبعا له ما تأخرش ودخل جوه اليشم على طول. وقتها لقى شكله اتغير خالص وبقى لابس قناع زي كل الموجودين في المكان. ومرة واحدة لقيت بنت وقفت قدامه وقالت له ان اسمها لونج من عشيرة التنين، واللبس اللي هو لابسه يعتبر إهانة للعشيرة كلها. اعتذر لهم لو كان هيمشي، بس لونج ما عجبهاش كده وامرت الحراس انهم يوقفوه. قالت له انها الاميره الثالثه لطائفه التنين وما قدرش يمشي من قدامها من غير ما تسمح له، وان اليشم اللي معاه ملكه. فضلت تستفزه بالكلام لحد ما لو حس بالاهانه، وقبل ما تطاول عليها عرضت عليه انهم يتقاتلوا في ساحه التنين العامه. وافق على عرضها وراح معاها على هناك، ولسه بتستخدم التنين ضده وضربها وقعها على الارض على نفوذه عليها. دي كانت اول مره في حياه الاميره لونج تخسر قتال بالشكل ده. لفت انتباه كل الموجودين قوه لو، بدا يساله هو منين وازاي قدر يفوز على الأميرة بالسهولة دي. قعد له في مكانه يحاول يستجمع قوته. لا الأميرة تعبانة جدا وقال لها إنها خصم محترم وكان ليه الشرف إنه يقف قدامها. وقتها حست إنه شخص طيب واعتذرت له على طريقتها المهينة اللي كلمته بيها، ومسكت سلاحها وقالت له إنها لازم تكمل القتال للنهاية. وعرف له إن السلاح اللي معاها مش مجرد سلاح عادي لكن سلاح سحري. ولما لها بتتجه ناحيته طلع وكمان القوس اللي ادته له هونجيان وحاصرها بيه وفاز في القتال المرة دي كمان. أعلن مسؤول الساحة عن فوزه بزجاجة فيها علاج سحري. دي حاجة فرحت له جدا وحمسته انه يكمل قتال. وقفت الأميرة لونج قالت له انها رشحت مقاتل تاني علشان يقف قدامه، ولو قدر يهزمه هتديله مكافأة افضل بكتير من الاولى. ونادت على يونج، وده مقاتل فاز باكتر من 300 قتال وما خسرش ولا قتال. واول ما دخل بدأ القتال وهجم على لو وفضل يحاول يضربه، وقف له يقاوم قصاد يونج وفضل يهاجمه لحد ما قدر عليه اخيرا وفاز بالقتال. كل الموجودين ما كانوش مصدقين عينيهم وقالوا ان دي حاجه مش متوقعه خالص، خصوصا ان لو ما كانش باين عليه القوه. كبير طائفه ملك التنين قال عليه انه وحش وطلب من الوزير انه يعرف كل المعلومات عنه. في الوقت ده وصلت رساله للو من شيوي طلبت منه ما يكشفش شخصيته لحد من طائفه التنين ابدا لان الموضوع هيبقى خطر عليه. رجع له على طول ورا شيوي المكافاه اللي اخدها من طائفه التنين وكان فرحان بيها جدا، خصوصا انها قالت له ان نقطه واحده من الماده اللي موجوده في الازازه بتديله قوه تدريب 10 سنين. فاخدته وراحت لمخزن الكنوز علشان يختار هديه من هناك ولا اكسير اثري. اول ما مسكه شاف مقاتل عجوز في الحرب. قالت له شيوي ان الازازه اللي معاه فيها دماء فيل حرب النجوم، فقرر له انه يشتريها. وقبل ما يمشي وصل الشيخ التاني وكان عايز يقبض على لو واتهمه بجريمه كبيره. حتى لو لما طلع اليشم اللي معاه وطلب المساعده اخذ الشيخ اليشم منه، خلى الحراس تجبره انه يمشي معاهم وختموه بتعويذه علشان ما يقدرش يستخدم قوته ضدهم. قبض على الشيخ هو وشيوي وحاولت شيوي انها تحرر نفسها لكن كان فيه تقييد تام لقوتها. حبسهم الشيخ في السجن
من الجليد، وقال لهم انه هيحقق في الموضوع لحد ما يوصلوا للحقيقه. هددته شويه وقالت له انه استخدم سلطته بشكل غلط، اول حاجه هتعملها لما تخرج من هنا انها تعزله. وبعد ما بقوا لوحدهم فكرت له ان قوه ايده الشمال فيها قوه كبيره جدا غير عاديه، انه ممكن يستخدمها في كسر التعويذه او كسر الباب وتحريرهم من المكان ده قبل ما يموتوا متجمدين. فعلا حاول له لكن ما قدرش، اضطروا انهم يمشوا في المكان اللي محبوسين فيه على امل انهم يلاقوا مخرج تاني. طبعا كل اللي تم ده كان بتوصيه من تشونج اللي كان بيتلقى التهاني بانه خلص من لو. وبنرجع تاني للو اللي كان حاسس ببرد شديد هو وشويه، وسمع صوت حيوان مفترس. قالت له شويه ان اكيد المكان اللي هم فيه يشبه العالم السفلي، يعني هيلاقوا وحوش ومخلوقات غريبه. صمم انهم يكملوا الطريق لان مفيش قدامهم اي حل تاني، وسمع كلامه بس من كتر التعب وقعت في الارض. فقعد له جنبها وحاول يدفيها. اعتذر لها لانه السبب في كل اللي هي فيه، فقالت له انهم متربيين مع بعض ويعتبروا عيله واحده وعمرها ما ندمت على وجودها جنبه. فقدت وعيها على طول من كتر التعب. ادالها اكسير من معاه وده فوقها وخلاها تقاوم شويه. كان عايز يستخدم دم التنين لكنها قالت له ان محدش يقدر ياكله، الافاده الوحيده هو انه يساعده على الزراعه. بس لو لما لقاها بتموت قدامه شربه من غير تفكير وحس ان جسمه هينفجر، وقع في الارض وهو بيتألم. زحفت لحد ما وصلت له واكلته من دواء معاها واغمى عليها. بعد دقايق فاق له واستخدم قوته علشان يفوقها وطمنها بان قوته زادت جدا ويقدر يكسر تعويذه تقييد القوه ويساعدها. طلب منها ما تضغطش على نفسها لانه هينقذها ويخرجها من المكان ده. في الوقت ده كان اللورد شوان اخذ حراسه وراح للملكه هونجيان، بدا يهاجمها علشان يستولى على العرش. هددها بانها مش هتقدر على حراسه ابدا. ونرجع تاني اللول اللي كان بيحاول انه يكسر الحائط علشان يخرج من المكان، بس اكتشف ان الموضوع مش سهل ابدا. طرحت عليه شويه انه يستخدم يشم التنين اللي معاه بطريقه يخرجها بيها. ادالها باقي دم التنين وقال لها انه هيساعدها على الصمود في الجليد لفتره. وراح لطائفة التنين قابل الشيخ السابع وطلب منه انه يساعده بدواء معين. والحقيقة ان الشيخ ما تأخرش عليه لانه كان عايز يخليه تبعه. برضه كان لسه مستمر في طريق انه يعرف معلومات حقيقية عنه. اما لو فاخد الدواء وراح بيه لشويه. اخيرا قدرت انها تفك قيود التعويذة وفضلت تمده بالقوة لحد ما قدر يكسر الحائط. خرجوا من السجن اللي هم فيه ولقوا نفسهم في غابة الجليد. فجأة حس له بطاقة قوية جدا وما كانش قادر يستحملها. لا مصدرها كورة كبيرة. سلط شويه قوة الكنز اللي معاه على الكورة لحد ما كسرتها وخرج منها بند عملاق بدأ يهاجمهم. سألهم ازاي يتجرأوا ويكسروا البلورة بتاعته. اضطروا انهم يقفوا يقتلوه، لكن البند كان قوي جدا ومفيش حاجة بتأثر فيه. لما جه يضرب شويه بسلاحه وقف له في وشه وصد الضربة مكانها. طلبت شويه من له ان يشغله على بال ما تستخدم الكنز اللي معاها كتفه بتعويذه. فعلا عملت كده. وبعد شويه اقترحت على لو انها تشغل وحش الباندا وهو يستجمع قوه اكبر علشان يقدر يهزمه. بداوا ينفذوا خطتهم، بس وحش الباندا ضربها بقوه واتجه للو وحاول انه يكسر بلوره الحمايه اللي حواليه. قامت شويه وهجمته تاني بس كانت قوتها قليله جدا وبدا جسمها ينهار. منت ان لو يخلص بسرعه. فعلا وصل للمستوى السادس وكانت قوته كبيره جدا. هجم بيها على الباندا وبقى يضربه ضربات متتاليه وسريعه. وشاف كمان لمحات من ماضي الباندا وانه كان مقاتل كبير لحد ما تم سجنه جوه بلوره. ان في شخص هيقابله من البشر وده الوحيد اللي هيقدر يهزمه لانه هينقذ العالم البشري كله. عرف الباندا ان له شاف الحاجات دي وقال له ان محبوس بقاله 1000 سنه وما كانش يعرف انه الشخص المختار. رفض له كلامه وقال له انه مش الشخص ده. ما كانت شويه موجوده. عرفت ان اللي جوه له هو روح شخص تاني، وفعلا انفصلت الروح قدامها. ولما لقيته بيعيط قالت له انه مش مهم هو مين، لكن المهم ان اللي قاعد قدامها يبقى له وانها تساعده علشان يرجع العالم بتاعه. وحش الباندا اللي كانوا مش قادرين عليه اتحول لباندا صغير جدا وقال لهم ان هو كمان مش هيسيبهم وهيفضل معاهم ويساعدهم. اما هونجيان فكانت لسه بتقاتل شوان هي والحراس بتوعها، ومات عدد كبير جدا من حراس القصر وكمان حراس شوان. من ناحيه تانية راح تشونج للسجن اللي فيه لو شويه علشان يطمن انهم ماتوا، واخد معاه 2 من اصدقائه. بس اول ما دخلوا السجن لقوا شويه ولو عايشين وموجودين بكامل قوتهم. كان مستغرب جدا وسالهم ايه اللي حماهم من برودة السجن. فتعصبت عليه شويه وقالت له انه حاول يقتلها وبسبب ده هتعاقبه على تمرده وجريمته. سخر منها وقال لها ان هي ولو هيموتوا النهارده لان ده وقت تصفيه الحسابات بينهم. من ضمن اصدقائه اللي معاه يبقى لوتشينج اللي هجم على لو علشان يقضي عليه. شويه هي اللي وقفت قدامه وقالت له انه لازم يحاول يهزمها هي الاول. دي كانت تاني مفاجاه لتشونج واللي معاه. وبان ان لو وشويه كسروا الحظر وقادرين يستجمعوا قوتهم بشكل طبيعي. وقف هو وصديقه التاني اللي ضد لو، وللاسف شويه اتصابت. اول ما لو شاف كده طلع يجري عليها وشالها وهو بيقول لهم ان النهارده هيدفعوا الثمن. لسه هيهجم عليهم. وصلت هونجيان ومعاها حراس كتير، كمان الشيخ شوان والشيخ الكبير كان جاي علشان يحقق في اللي حصل. هو الشيخ السابع طلب من له انه يركب شويه العربيه علشان ياخدها للعلاج واداله اليشم الذهبي، وده من الفئه الاولى يعني محدش يقدر يلمسه بعد كده. بالعكس ده هو اللي ليه الحق انه يحاكم الكل. قال انه ده تعويض عن اللي حصل معاه. قرر له انه يستخدمه
ضد تشونج. وصلت والدة لو تشونج وحذرته انه يلمس ابنها، بس لو تجاهل كلامها وطلب من الشيخ السابع انه يسمح له يستخدم سلطة اليشم اللي معاه علشان ينتقم من اللي اذوا شيوي. طبعا شوان طلع وكمان اليشم اللي معاه وقال ان من حقه يدافع عن ابنه من اي عقاب يتحط عليه. مش بس كده، ده كمان بيطلب الغاء الوضع الملكي لهونجيان. كل اتفاجئ لو قال له انه مش هيقدر ينقذهم ابدا مهما عمل. سخر منه شوان وقال له انه معاه 3 رموز تنين فضي، ودول بيساوي رمز تنين ذهبي واحد، يعني هما الاتنين متساويين دلوقتي، بس هما الاتنين للشيخ السابع علشان ياخد قراره. قال لهم انه ما يقدرش يخالف القواعد علشان يرضي اي طرف فيهم. نزلت هونجيان وطلبت من لو انه يرتاح دلوقتي لانه محتاج يتعافى بعد ما قعد في سجن الجليد فتره طويله. هو قال لها ان ده مش وقته. حتى لما فكرته بشوي اللي لازم تتعالج، قال لها ان شوي مرت بالمخاطر معاه ولازم يحقق العداله ليها. بصل تشونج وطلب منه يتحمل مسؤوليه اللي حصل، ووافق انه يشارك معاه في قتال حياه او موت بشكل فردي. ضحك تشونج وقال عليه انه جريء جدا علشان يطلب منه طلب زي ده، لانه افضل شاب في مملكه بيشوي وطبعا هيقتله بسهوله. قال له شوي انه لو فعلا قدر يهزمه هيبقى الوريث المزدوج، يعني هيتنازل له عن منصبه، ده غير انه هيكون وريث اللورد شوان. وطبعا شوان لها فرصه ما تتعوضش وشاور لابنه علشان يوافق، وبدا القتال بينهم. كل كان شاهد عليهم، وبدا تشونج الهجوم وهرب له منه لمده طويله لحد ما له تظاهر بانه اتصاب، لكن هجم على تشونج مره واحده. طبعا تشونج ما تاثرش لانه كان مقاتل قوي وعمل حساب لكل حركه ضده، حتى لو استخدم سرعته القصوى برضه وقدر تشونج انه يتوقع مكانه. في الاخر لو لكمه كتير. وقتها شوان كان عايز يتدخل، لكن الشيخ السابع رفض وقال له انه لازم يلتزم بالقواعد، وابنه بدا يستخدم قوه الشجره العالميه، ودي كبيره جدا. وكان له هيستخدم قوة التنين اللي بات معاه، لكن افتكر كلام شوي لما حذرته ان حد يكشف هويته. طبعا لو كان استخدمها كان الخبر هيوصل لطائفة التنين وهيعرفوا هو مين، فتراجع على طول وفضل يقاوم ضربات تشونج لحد ما وقع في الارض. وحط تشونج رجله على رقبته وقال له انه لو قتله دلوقتي مفيش اي حد هيلومه. يطعنه بسلاحه ومسك له السلاح وبعده عنه وقال له انه النهارده هينتقم منه اشد انتقام، واستخدم قوة التنين. الكل اتفاجئ بيه وقدر له انه يقضي على الشجرة العالمية، ومات تشونج قدام الكل. رفع شوان سيفه وقال له انه النهارده حفر قبره بايده، وامر الحراس انهم يهجموا عليه، بس اللي وقف قدامهم هو الشيخ السابع وقال له انهم لازم يلتزموا بالقواعد. شوان ما سمعلوش وامر الحراس انهم يقضوا على لو. انتهز لو تشينج الفرصه وهجم هو كمان عليه، لكن لو ضربه ورماه في الارض. واول ما والدته شافته جريت عليه وقالت له انه اخوه، ولو والده لسه عايش عمره ما كان هيسامحه. وامر كل الحراسه بانهم ينتقموا لابنها، وطلب شوان من الشيخ السابع انه يفكر كويس وبعدها ياخد قرار. عملت مرات والد لو زي شوان بالظبط، ما فضلش حد من الموجودين غير لو والملكه. شكر له الشيخ السابع وكانوا هما الثلاثه قلقانين على شوي انها ما تفوقش تاني. بعت الشيخ السابع لمملكه جيان لان وقال له ان هناك في حل لكل المشاكل وسابهم ومشي. اتحرك له على طول في العربيه اللي فيها شوي واخد معاه وحش البندا اللي ظهر لهم في الغابه. قال ان شوي في غيبوبه لانها مصابه بالبرد، فطلب منه له انه يبطل يفتي لانه مش طبيب. ضرب وحش البندا وقال له انه معرفته كبيره جدا، وبعت له بلوره خضر على ايده وقال له انها تديله قوه ومرونه اكبر. فعلا حس له بكده، بس برضه طلب من وحش البندا انه يبطل كلام ملوش معنى. وصلوا القصر مملكه جيان لان، ولقى كبير الحراس واقف في استقباله، ودخله القصر وطلب منه يستنى مده قصيره على بال ما يبلغ الملك. فعلا طلع الملك شاه ورحب بيه وطلب منه ينيم شوي في نص المجلس علشان يكشف عليه، وطلع ريشه سحريه قربها منه. قال ان في طرق لشفائها لكن الموضوع كله يعتمد عليه هو. وافق له وقال انه مستعد يعمل اي حاجه يطلبها منه الملك، وانه ما يبقاش متسرع لان لسه قدامه طريق طويل وشوي هتبقى محتاجه لوقت على بال ما تتعافى. سابه قاعد جنب شوي ورجع له جنب شوي وفضل جنبها من غير اكل ولا شرب لحد تاني يوم. جاله الملك وطلع جزء من نبات البامبو وقال له انه حط فيه كل سحره، وطلع ريشه سحريه وقسم جزء النبات لاكتر من جزء وخلاهم يتحركوا فوق جسم الشوي وحولهم لنبات سحر كبير ودخله في جسم الشوي. قال له انها كده خلاص اتعالجت وخلال ايام هتفوق. شكروا له وسألوا إن كان ليه أي طلبات. رد عليه الملك وقال له إنه بيتمنى إنه يشارك في منافسة الممالك الستة باسم جيان لان. رد عليه وقال له إنه مش واحد من مواطنين المملكة فمش هيقدر يعمل كده، لكن الملك قال له إنه هيخليه واحد من المواطنين، وبرضه له ما كانش متأكد إنه ممكن يوصل للمركز الأول. الملك قال له إنه شخص ذكي وأكيد هيعرف يفوز وسابه ومشي. فضل له جنب شوي. مرت الأيام وأخيرا فاقت. أول ما لقاها قامت قعدت فرح جدا وشكرته شوي وقالت له إنهم عيلة واحدة، وكان طبيعي إنها تحاول تساعده زي ما هو كمان ساعدها لما تعرضت للخطر. دخل الملك واطمن إن شوي بقت بخير وطلب منها ترتاح على بال ما تحضر مهرجان بالليل يحتفلوا كلهم مع بعض. فنادى عليه له وقال له انه مستعد كمان انه يشارك في البطوله زي ما طلب منه لانه عايز يرد له جميل شفاء شوي. فضلوا قاعدين لحد ما الليل جه وخرجوا في المهرجان. كانت شوي خايفه على له بس هو طمنها. بعد شويه وصل 3 شباب طلبوا منه يسيب المكان بتاعهم ويقوم، لان المكان اللي قاعد فيه مخصص لكبار الشخصيات وهم بس اللي من حقهم يقعدوا في المكان ده. واحد منهم بقى في الوقت ده عرض عليه انهم يقفوا يتقاتلوا علشان يعرفوا انه مش قدهم خالص، وكان له ما عندوش مانع ولسه هيقوم. شوي عادته قالت لهم
النهارده المهرجان ومش لازم يضيعوا الاحتفال بخناقات ملهاش معنى. وصل الامير قاعد جنب له وقال لهم ان ضيفه مش لازم يعملوه بالطريقه دي، ده غير انه هيشارك في البطوله معاهم، وطبعا دي حاجه ضايقتهم برضه. قال لهم له انه مش هيتدخل في تصرفاتهم ابدا في البطوله وهيفضل ساكت طول الوقت. قام الامير وقال ان بمناسبه المهرجان هيتم عرض بعض الكنوز، وطلع حجر نادر جدا للعيله المالكه، وقال فوائد الحجر انه بيخلي النور يظهر في اي مكان. وقف امير تاني وعرض وكمان الكنز اللي معاه، وقال انهم 9 أمراء في مملكه جنيان، وكل واحد منهم معاه كنز بيقدر يحسن بيه قوته وزراعته، لكن محدش منهم يقدر يبيع الكنز بتاعه، انهم بيعرضوه على الموجودين وبس. فما اهتمش له بكل الكلام ده، ووقف قدام القمر يفتكر ذكرياته مع عيلته الحقيقيه في العالم الحديث، ونزلت دموع على خده لان اشتاق لهم جدا. اول ما الدموع نزلت من عينه جمعت الاضواء كلها حواليه، ونزلت كره بيضه كبيره جدا من القمر عند ايده. اول ما الموجودين شافوها قالوا انها كنز لا يقدر بثمن، طلعوا يجروا علشان ياخدوها، بس لو كان خلاص امتصها بجسمه. زودت قوته جدا وعرفت شويه ده وقربت منه بركت له، لكن الامراء طلبوا منه يسلمهم الكنز اللي كسبه على ارضهم، وكان له عايز ياخد شويه ويمشي من غير ما يرد عليهم ويتجاهل كلامه معاهم خالص. بس هم وقفوا في طريقه ومنعوه من انه يمشي، وطلعوا كل الاسلحه والكنوز اللي معاهم وبداوا يقابلوه هو وشويه. طبعا شويه ما سكتتش ووقفت تقتلهم بقوتها السحريه، واللي ما كانوش يعرفون ان الكنز اللي فاز بيه له زود من مستواه وخلاه يوصل للمستوى السادس. عملت شويه كمان تشكيل صاعق وبقت بتصعق بيه اي حد بيحاول انه يقرب منها. كل الموجودين اتفاجئوا من قوتهم هما الاثنين، ومحدش قدر يقف في طريقهم تاني. طبعا الملك شاه عرف اللي حصل وقال انهم محظوظين علشان يعرفوا يهربوا من الامراء الاشرار. تاني يوم الصبح صحي له وسال الملك هل فيه مشكله لو قرر انه يحتفظ بالكنز اللي كسبه، وما كانش حابب انه يتعدى على قوانين المملكه ولا يزعل الملك منه. الملك شاه كان متفاهم جدا الموقف وقلبه طيب، وقال ان الكنز من حقه طالما فاز بيه. بعد شويه وصل الرئيس الخامس لغرفه التجاره فانتيان، رحب بلو وطلب منه يوري له الكنوز اللي معاه علشان يبيعها في المزاد، واداله خزنه علشان يحفظ فيها اي حاجه يحبها. فعلا حط فيها له الكنز بتاعه وخرج. وكان الملك شاف الوقت ده بيطمن على شويه ويشوفها عامله ايه، ولا انه يستخدم معاها نبته الزرقاء، ودي بتعالج اي امراض، بس لازم تحافظ على صحتها علشان لسه ما استردتش صحتها بالكامل. وقف قدام عجله وسالها ان كانت تعرفها، بس شويه ما كانتش تعرف عنها حاجه، لانها عجله الحياه اللي بيتعلم استخدامها كل الارضات. ما كانتش مصدقه انها موجوده، وقالت له انها طول عمرها فاكراها مجرد اسطوره. الملك شاء لها انها موجوده فعلا وفاز بيها في واحد من المزادات، ودرسها كتير جدا وعرف كل اسرارها واحتفظ بالتعويذات الخاصه بيها لنفسه. عرضت عليه شويه انها تساعده، وقالت له ان نفسها جدا تتعلم استخدام عجله الحياه. شكرها الملك شاء على مساعدتها وقال لها انها في النهايه هيخليها تستخدمها كمكافاه. كان له في الوقت ده في طائفه التنين، وقابلته المرشده بتاعته وكانت فرحانه جدا بوجوده، وقالت له ان اسمها ليان، وشالت القناع من على وشها لاول مره علشان تخليه يشوفها. قالت له انها بتقدر تقرا افكار اي حد يقعد قدامها، فشال هو كمان القناع بتاعه وقال لها انه بيقدر يسافر لاي مكان. فضلوا هما الاتنين يتكلموا ويضحكوا. لما قال لها انه قلقان يسبب لها اي مشاكل، كانت فرحانه ان في حد قلقان عليها، وادت له فرصه بالتدريب في قاعتهم مديان السريه، ودي مش اي حد يقدر يدخلها. قالت له ان قوتها هتزيد فيها جدا، ففرح له بالفرصه دي ودخل يتدرب، وفضل قافل على نفسه المكان 3 ايام. في النهاية حس ان جسمه خارج عن السيطرة ومش عارف يسيطر على القوة الداخلية، فقعدت الأميرة ليان ساعدته ومدته بالقوة، فشكرها وخلص تدريبه وقعد اتفرج على أمراء طاقة التنين وما بيشاركوا في المسابقة في وسط البحر. قالت له ليان ان المسابقة دي صعب جدا ان حد يكسبها، وممكن من كل العدد المشترك شخص واحد بس هو اللي يفوز، لان مرحلة صعبة جدا. فعلا بدأت المسابقة وتفاجئ له بكمية كنوز كتيرة جدا ومستوى عالي مع المشتركين. بنرجع تاني لشويه اللي بدأ الملك شاه يجمع عليها التعويذ، وحذرها انه لو بدأ مش هيقدر يقف في النص ابدا، يعني هيكون في عواقب سلبيه عليها لو ده حصل. فطمنته انها مستعده وانها مش هتتراجع ابدا. طلعت ريشتها السحريه وكمان عمل زيها، وجمع كل التعويذ اللي يعرفوها على دايره الحياه، لحد ما الشويه وصلت لمرحله انها مش قادره تكتب حاجه اكتر من كده على عجله الحياه، وعرضت عليه انهم يقبلوا العجله علشان يقدروا يكتبوا مره تانية. فعلا عملوا كده، بس بعد وقت قليل حست شويه ان ايدها وقفت وكانت تعبانه جدا. بدلها الملك ايده وقال لها ان بفضل مساعدتها بقى فاضل خطوه واحده بس ويحل اللغز كله. اما له ففاق ورجع من طائفه التنين وراح لدار الكنوز علشان يختار كنز مناسب ليه. معرض عليه رئيس فانتيان انه يبدل معاه رمز الملك القديم بالكنز اللي معاه. كل الموجودين انتبهوا للكلام واستغربوا ان الرئيس فانتيان بيعرض العرض ده، لكن له سحب الرمز مره واحده وقال له انه محدش يقدر يتحداه ابدا. رجع الرمز للملك القديم، وطبعا خسر الرئيس مجلس فانتيان كتير جدا، فامر الحراس انهم يحاصروا له ويقضوا عليه، لكن محدش منهم قدر عليه خالص. فقرروا انهم يستخدموا مصفوفة السيوف اللي بتجمع كل سيوفهم في مصفوفة واحدة علشان يهاجموا بيها. ما كانش له هيقدر عليها خالص، بس لحسن حظه ان الشيخ السابع وصل وفي الكل احتراما ليه، واتهم رئيس مجلس فانتيان انه بيحاول يسرق الكنز اللي معلوه، ودي حاجة مش مقبولة ابدا، وطلب منه انه يخرج معاه علشان يبقى في امان. حس رئيس مجلس فانتيان ان سمعة المكان اتدمرت بسبب له، فتوعد له انه ينتقم منه حتى لو مش دلوقتي. خرج له مع الشيخ السابع علشان محدش يأذيه، وركب على ظهر الطائر
وحكى له لو لانه كان لازم يستنى في المدينه علشان يساعد الملك شاه ويشارك في البطوله زي ما وعده. حذر الشيخ السابع وقال له ان المسابقه هتبقى خطر جدا، بس لما لقى لو مصمم قال له انه ما عندوش مانع يخليه يجرب حظه، بس لازم يكون حذر علشان ما يتاذيش. رجع له لصديقه الباندا وخلاه يمد الناس بالطاقه مقابل فلوس كتيره علشان يستخدمها ويشتري بيها كنوز لنفسه. وفي الوقت ده كان السيد شوان ووالده لوتشينج متجمعين مع بعض وقالوا انهم مش قادرين يقربوا من لو لان الشيخ السابع بيحميه وبيدعمه، علشان كده لازم يتحدوا مع بعض ويلاقوا طريقه يقضوا بيها على لو وينتقموا لاولادهم اللي ماتوا بايده. قبل ما يكملوا كلامهم دخل الحراس وبلغوهم ان لو هيشارك في مسابقه الست ممالك، ففرحوا جدا وقالوا ان دي فرصه كويسه علشان يخلصوا عليه فيها. طلع شوان ماسك اداه لقاه وحارس عنده وقال له انه هيسيب له المهمه دي، ولما يرجع له بخبر موت لو هيكون له مكانه كبيره عنده غير الجوائز اللي مش هيكون لها حصر. فرح كبير الحراس واخذ القناع من شوان وبدا ينفذ، وكان له بين عالم طائفه التنين وبين مملكه جيان بيحاول انه يفوز بالكنوز ويطور من قوته طول الوقت علشان يقدر ينجح في المسابقه، وكمان ينجح مع الامراء الاشرار وما يخليش حد منهم يضايقه ولا يهزمه. كان فاضل خلاص 10 ايام على ميعاد المسابقه ووصل للمستوى الثامن، ولانه كان عارف ان دي مسابقه على مستوى الست ممالك فكان متوقع ان هيلاقي مقاتلين كتير اقوى منه، واتمنى لو يقدر يوصل للمستوى التاسع قبل البطوله. طلب من كبار القاده انها تساعده في التدريب مقابل ان يخلي الباندا تعالجهم. كل ده والشويوي والملك شاه لسه بيحاولوا يحلوا لغز عجله الحياه وقدروا انهم يوصلوا لمستوى عالي جدا، بس الشويوي كان خلاص قوتها كلها راحت وجسمها بدا ينهار ووقعت في الارض وهي فاقده الوعي. في الوقت ده خرجت جنيه حمراء من عجله الحياه وقالت انها هتبدل حياتها حياة شوي، يعني هتاخد حياة شوي خالص. هددها الملك شاه بانها لو عملت كده هيقتلها ومش هيسيبها تنعم ابدا بالحياه، واستخدم فرشاته السحريه وبدا يطاردها علشان تبعد عن المكان وما تاذيش شوي. قدر انه يضربها وحبسها تاني جوه عجله الحياه وجري عالج شوي وحكى لها على اللي حصل وقت ما كانت فاقده الوعي. كان الباندا بيحاول انه يعالج القاده، ومره واحده بدات تهاجم لو، وقال له الباندا ان ده تاثير المرض اللي عندها، وكان له فاهم الموقف كويس جدا بس مش قادر يصد ضرباتها. حس في الوقت ده بقى انه هيموت، وحاول وحش الباندا انه يفوهها كتير بس ده ما نجحش. حسن الحظ ان فاقت لوحدها ووعدها وحش الباندا انه هيحاول يعالجها تاني ومش هيسيبها غير وهي بحال افضل. وافت وشكرته على مساعدته ليها واخدت له للبحيره علشان تساعده على تدريباته. كان اول درس المفروض انه يتعلمه التناغم مع الميه، وحاول له كتير انه يسيطر على الميه، ونصحته الاميره انه يتعامل مع الميه على انها جزء من جسمه مش انها حاجه خارجيه غريبه عنه. وفي تساعده بنفسها لحد ما نجح اخيرا وانتقلت معاه للمستوى اللي بعده. كل ده ولو ما كانش لسه يعرف اسمها حتى. لما سالها قالت له انه اسمها يونو. اخدته بعدها واتجهوا للمسابقه واللي كان حاضر في اكبر قاده الممالك. الكل كان مستغرب ان لو هيشارك وهو مجرد شخص عادي ومش امير. مشي بيه بونو وراحت الاول للملك شاه علشان يبلغوه انهم سجلوا في المسابقه، وقال لهم الملك شاه التوفيق. وفي الملك المسؤول عن تنظيم المسابقه ورحب بكل المشتركين. كان الامراء كمان موجودين ورئيس قائد فانتان. واول ما لو وصل لها 6 ممالك عايزين يتحدوا كلهم مره واحده وافق وما كانش عنده اي اعتراض. كل الموجودين قالوا عليه انه شخص مغرور ومتكبر وعنده ثقه زياده في نفسه، بس هو ما اهتمش بكلامهم. وقف وقال انه مستعد يواجه اي حد يقرب منه، فهجم على عدد كبير منهم. وبعد ما قضى عليهم قرروا الباقيين انهم يواجهوا بعض علشان يقللوا عددهم شويه، وحصل هجوم على الامراء اللي معاه بس لو اتدخل وقف حماهم هم الاربعه. بعدها جاله 3 مقاتلين اقوياء جدا حصروه من كل اتجاه واستخدموا هجوم عقلي خلوه مش قادر يستحمل، وفضل يصرخ في الارض وهو ماسك راسه. بعدها قرر انه يستخدم قوته الداخليه ويسيطر على نفسه، وفعلا نجح وخلى الهجوم يتقلب على كل الموجودين. طلعوا يجروا علشان يهربوا، وكان من ضمن القاعدين علشان يشوفوا نتيجة الاختبار هم والدة لوتشينج وجنرال شوان، وكانوا فرحانين جدا بالهجوم اللي حاصل على لو ومستنيين اللحظة اللي بلورة الحماية اللي عاملها حواليه تنهار ويبدأ يتصاب وبعدها يموت. وقفت والدة لوتشينج تشجع المقاتلين اللي ضده لو وقالت لهم انها هتدي لهم هديه كبيره جدا لو قدروا انهم يهزموا لو قدر يسيطر على الموقف ومره واحده وبدا هجومه. بعد ثواني كان قضى عليهم، فضلوا يصرخوا ويستنجدوا بوالده لوتشينج. ما كانتش قادره تتدخل، لكن لما لقيتهم ماتوا قدام عينيها كانت عايزه تهجم على لو وتنتقم منه. منع الجنرال شوان وطلب منها ما تتهورش ولا تتصرف تصرف يخليهم يندموا بعدين، خصوصا ان لسه في مقاتلين كتير هيجربوا حظهم مع لو، ومنهم اللي خرج ضباب سام. لكن الغريب ان لو ما كانش بيتاثر مع كل الحاجات دي. الضباب السام كان بينتشر بسرعه كبيره جدا وبكميات كبيره، برضه لو كان واقف ثابت في مكانه، وده خلى الكل يستغرب. ما كانوش فاهمين ازاي لو قادر يعمل كده ويستحمل كميه السم اللي حواليه. قرر المقاتل اللي تبع شوان انه يظهر نفسه ويقف ضده، والكل لاحظ ان هما الاثنين موهبتهم كبيره جدا. المقاتل اللي تبع شوان كمان استخدم قوه سحريه في تعويذه محظوره اسمها 1000 عين شيطان وبدا يضرب بيها لو. كانت الضربات غير مرئيه، يعني لو ما كانش قادر يتجنب الضربات ابدا لحد ما استخدم العين الحمراء اللي بتقدر تخليه يشوف الحاجات المخفيه. هنا ظهرت كرات سودا كبيره جدا كانت بتهاجمه،
فعرف مكانها وبدأ يصدها. ولما المقاتل هجم عليه وقف يضربه، المقاتل بقى ما اكتفاش بكده، واستخدم تقنية تانية محظورة خلته ب3 شخصيات في بعض، كل شخص منهم معاه سلاح وبقى يضرب بيه لو. فضل لو ماشي وسط طلقات الأسلحة لحد ما وصل للمقاتل اللي كان عايز يضربه من مسافة قريبة، بس المقاتل كان واخد باله كويس وبدأ يهاجمه بشكل مباشر، وقال إنه عمره ما هيقدر عليه أبدا. لو بقى قال إن الكل متآمرين عليه وعايزين يأذوه، مع ذلك هيقف ويقاتل للنهاية. استخدم أقصى قوة عنده لليد الذهبية وخلى المقاتل يصرخ. بعد ما كان بيتفاخر بقوته وقضى عليه خالص، نزل وقف في الساحة والكل كان معجب بيه بقوته ما عدا جنرال شوان، واداله المسؤول المسابقة الهدية الذهبية. اتفاجئ إن كل الموجودين معاهم رموز من المستوى الذهبي وبعتوها له كلها هدية. قالوا له إنه يستحق أكتر من كده كمان. وبعد ما فاز بالمركز الأول بص للملك شاو وقال له إنه ينفذ وعده ليه والباقي في إيده هو. وصل الملك شاو معاه شوي وطلع عجلة الحياة، وفعلا طلبوا من لو إنه يدخل جواها علشان يرجع للعالم بتاعه. كانت شوي واقفة حزينة وبتفتكر كل ذكرياتها مع لو، كانت زعلانة جدا إنه هيسيبهم ويمشي. بعد ما دخل في عجلة الحياة سمع صوت صراخ شوي، ولما بص شاف الجنية الحمراء وهي بتهاجمها. طلع يجري علشان يخرج من عجلة الحياة وينقذها، بس للأسف كان فات الأوان وبقى جوه فجوة الزمن، ولقى قيود كتفته من كل اتجاه. وظهر له شبح الملك شاه وقال له إنه بذل مجهود كبير على بال ما جهز له الفخ ده، وقال له إنه كان مدبر له كل حاجة علشان يقدر يسيطر عليه. ففهم له إن الملك شاه واحد من الشياطين اللي نزلت الأرض وحرر نفسه وبدأ يهاجمه. الملك شاه كان قوي جدا، ولاحظت يونو إن في حاجة غلط في عجلة الحياة، خصوصا إن شوي بتتشد بيها وبيتم استخدامها كتضحية. جريت بسرعة علشان تسحبها ليها وتنقذها من الموقف ده، لكن الملك شاه ضربها وبعدها بعيد. حتى الملك السابع طار بسرعة على الطائر بتاعه علشان يلحق شوي، وبرضه الملك شاه ضربه. بدأ يسيطر على كل الموجودين ويزيهم ويسحب دمهم علشان يزود بيه قوته وقوة عجلة الحياة. تحت كل المقاتلين الموجودين وعملوا مصفوفة حماية كبيرة جدا علشان يحموا بيها الناس من الشيطان شاه. نعرف ان شاه هو شيطان الظل اللي ظهر في بداية المسلسل. لو كمان كان بيقاتل روح مظلمة جوه عجلة الحياة، فجأة لقى نفسه رجع للعالم الحقيقي. قبل ما يفرح فهم ان دي مش حقيقة وان رجع تاني المملكة. جيلان سألهم هو فقد الوعي بقاله قد ايه، وردت عليه الأميرة يان وقالت له انه فقد الوعي بقاله 10 أيام، وطمنته بانهم قضوا على الملك شاه وكمان على عجلة الحياة، وانها هتبعت ناس يدوروا على شوي ويرجعوها بأمان. شكرها له وطلبت منه ما يشكرهاش غير في الآخر. ادت له كتاب فيه تعويذة سحرية علشان يبقى يستخدمها، وفرح بيها جدا. بنتقل بالأحداث عند شوي اللي كانت مع يون اللي أنقذتها من الهجوم اللي حصل. وقفت شوي شكرتها وقالت لها إن لولا اللي عملته معاها ما كانتش نجت أبدا. أخدتها يون ومشيت معاها علشان يوصلوا للو والباقيين، وكان لو واقف في الشباك وبيتكلم مع دب الباندا صديقه، وطلب منه يرتاح بعد اللي مر بيه كله، وخرج مع بنت صغيرة اتعرف عليها وبقت صديقته. فضل يتمشى في المملكة ويستكشف المكان، وقالت له إنه ظهر في السماء كنز تنين ومحدش عارف يسيطر عليه أبدا ولا ياخده ليه، وطلبت منه يعلمها كل الفنون القتالية اللي يعرفها. كانت بتتكلم بسرعة جدا وطلباتها كتير. طلب منها له انها تهدى واخدها على الأوضة وبدأ يعلمها ازاي تستخدم تمارين اليوجا في التدريب. وصلت رسالة بتبلغه ان لو موجودة مع يونو وانها بخير وقريب جدا هيوصلوا المملكة عنده، ففرح جدا. بعد ما اتدرب لفترة طويلة جدا قرر انه يدخل لقاعة التنين ويستخدم التعويذة اللي اتعلمها من الكتاب علشان يزود قوته اكتر. مجرد ما عمل التعويذة طلع له جناحين من الذهب وحاول انه يطلع على السلم، لكن جات له البنت الصغيره وفوقته على طول. قالت له ان كنز التنين بدا يتغير وبقى خطر على الكل، فاخدها وطار بيها على هناك. وقف على سطح مبنى عالي وشافه من قريب ان في بنت جميله جوه كنز التنين. فعلا اختفى الكنز وظهرت البنت اللي جواه وسحرت الكل بجمالها، كان معاها سيف. اتحدت كل الموجودين. فرح جدا له قال انها خصم يحترم ومن النادر انه يلاقي حد بالقوه دي نفسه. البنت كانت طول الوقت بتتكلم بتكبر وبطريقه ما عجبتوش، لانها كانت بتقول انها افضل من كل الموجودين وانها تبقى الملكه بتاعتهم. كان له مش مهتم بيها جدا ومش عاجبه اسلوبها، فقال للبنت الصغيره ان افضل حاجه لو رجعوا للمكان اللي كانوا قاعدين فيه، وغير شكله وراح لعالم التنين علشان يتعلم من كتاب التعويذ ويقرا كمان عن كنز التنين في المكتبه هناك. في الوقت ده حست شوي ان له ممكن يكون في عالم التنين ومحتاج للمساعده، فعرضت عليها يونو انها تدخل لعالم التنين علشان تساعده. فعلا دخلتها شوي وهناك لقت القلاده بتاعته اللي كان معاها النص التاني بتاعها وحطتهم على بعض. وقتها عملوا فراشات كتيره بتطير حواليها. للاسف الوضع بدا يسوء اكتر مع البنت اللي خرجت من الكنز، لانها كانت بتتعامل كل بطريقه وحشه وتتنمر عليهم وتضرب اي حد يقف قدامها. حتى البنت الصغيره لما ما ركعتش قدامها اتهمتها انها خاينه ورفعت عليها سلاحها وبدات تهاجمها. في الوقت ده كان له رجع من عالم التنين وكان بيفكر في كنز التنين اللي ظهر منه البنت. فجاه لقى شوي قدامه. فرح جدا، كتر فرحته ما كانش عارف يمسك دموعه، وهي كمان عينيها دمعت انها اخيرا شافته. كان بخير وقال لها ان قوته زادت جدا ووصل كمان للمرحله اللي قبل الاخيره في زراعه قوته. وما لسه بيتكلموا بقى جت الخادمه بتاعه البنت الصغيره وكانت مرعوبه وخايفه جدا عليها. ولسه لو بيسالها عن البنت قالت له انها موجوده في السوق وحالتها صعبه جدا. شال له شيوي وطار بيها لحد مكان شيوزي
وطلعت شيوزي الفرشه السحريه بتاعتها وحاولت انها تعالجها بيها، بس للاسف شيوزي كانت خلاص ماتت. فضل له واخدها بين ايديه وحاول انه ينقذها كتير، بس للاسف كان فات الاوان. قام وقف وعد انه ينتقم لها، وقال ان لو هو ده قدره فمستعد انه يقبله علشان ينتقم من اي مجرم يحاول يأذي حد. واخد شيوزي دفنها وحزين جدا عليها. والاميره يان ادت للو رمز شيوزي وقالت له انه ممكن يعتبره الهديه الاخيره منها. رفع في السماء وقال ان عمره ما ينساها ابدا. وفي اللحظه دي وصل الملك صاحب الجناحات الذهبيه وقال ان واحده من طائفتهم علشان كده يبعت الحراس علشان ينتقموا من اللي عمل فيها كده. فاعتذر له لو وقال له انه ما كانش قاصد انه يتدخل في شؤون الطائفه، لكن لازم برضه يعرف ان مفيش حد هيقدر يقف قدام فتاه الكنز وانه لازم يسيب له الفرصه دي. وافق الملك وعرض عليه انه يتدرب في الجبل الخلفي زي ما هو عايز علشان يقدر يواجه عدوه. واختفى الملك بعدها على طول وراح له لمكان الجنيه الحمراء علشان يواجهها، بس الحراس وقفوه. ساعدته شيوي في قتاله ضدهم. وقتها اتفتحت 4 بوابات وكانت بتخرج عدد لا نهائي من الجنود. طلبت شوي من له انه يستخدم جناحاته ويطير وهي تولى امر الجنود وتعطلهم. وافق له وقرب من مكان فتاة الكنز جدا وهي حست بيه اول ما قرب. كانت قاعده على الصخره بتتدرب، فصرخت بأعلى صوت ومسكت سلاحها وقالت للو انها هتدمره، وهجمت عليه وبقت تطارده علشان ما يهربش منها. طلع سلاحه السحري وبدا يهاجمها بيه وقالت له انه فعلا شخص قوي، لكن للاسف هيموت على ايدها النهارده. طلعت السور الهايج وخلته يهاجمه. فهم له علشان يهزمها لازم يستخدم قوته السحريه وكل التعويذ اللي يعرفها. فعلا عمل كده وطلع اليد الذهبيه وضغط بيها على السور لحد ما قضى عليه وجرح فتاة الكنز كمان. هرب منها وفضل يضغط عليها لحد ما قضى عليها، ونادى على شيوزي وقال انها تقدر دلوقتي ترقد في سلام. اكتشف ان فتاة الكنز هربت فطار بسرعه واخد شويه ورجع للناس، ولقى فتاة الكنز بتقول انها هتولد من تاني بعد 10 ايام وقتها هتقتله. رد عليها وقال لها انها هتلاقيه موجود وهو اللي هيقضي عليها. لما عليه الحراس علشان يقبضوا عليه، بس كل الناس الموجودين كانوا بيشاوروا عليه وبيقولوا انه بطل وانقذهم من الشر. وجه كلامه للحراس وقال ان مفيش اي عداوه بينهم وبينه، مش عايز يأذي حد منهم ويا ريت لو يبعدوا. وصل شيخ الطائفه وقال له انه سبب لهم مشاكل، ففهم له انه شخص خاين ومتعاون مع فتاة الكنز. بعد شويه وصل شخص وقال على لونه مجرد فاشل، وقال انه ملوش اي قيمه وما ينفعش حد يقول عليه بطل ابدا. فوصل الامراء وبداوا يدافعوا عنه وقالوا عليه انه شخص كويس من وقت البطوله اللي دخلوها معاه. لو طلع السيف القوي اللي معاه، لكن اكتشف ان فتاة الكنز كمان كانت بتهاجم حتى وهي جوه الكنز. فعمل اصحابه بلوره حمايه عليه ووقفوا يصدوا الضربات وكونوا فريق مثالي بيدافعوا عن الناس وعن صديقهم لو. للاسف الهجوم كان قوي جدا، وبعد مده قوتهم قلت، لكن اتفاجئوا ان لو بقى قوي جدا ومحدش من الاعداء قدر يقف قدامه واختفى. ونادى عليه اصحابه طلبوا منه انهم يقضوا على فتاة الكنز لانها بدات تهاجم حتى الناس الموجودين اللي ما لهمش اي ذنب في اي حاجه. وقالوا له انهم لازم يحطوا حد للي بيحصل لان العالم بدا ينهار. المفروض ان فتاة الكنز تتولد بعد 10 ايام، بس اتولدت تاني بعد ما سيطرت على قوه التنين الناري. وبعد التنين الناري هجمت بيه لو، بس هو قضى عليه بمنتهى السهوله. هي نفسها ما كانتش مصدقه ازاي ده حصل. وبنعرف ان لو بدا يسيطر على قوه الضوء الاحمر مع قوه الضوء الابيض، ودي حاجه مش سهله ابدا ومن نادر انها تحصل. وقف قال للكل انه مش قوي مقاتل ولا حتى بطل، لكنه ابتكر تقنيه جديده ليها قوتها. وبدا الخونه اللي كانوا بيكرهوا لو بدعموا فتاة الكنز انهم يمدوها بالقوه علشان تقدر على لو وتقضي عليه. سالته ليه بيعمل كل ده؟ علشان بنت صغيره ملهاش اي قيمه وبكره يتولد غيرها كتير. قال لها ان الكلام اللي بتقوله ده في نظر الشياطين والوحوش، لكن في نظر البشر دي كانت انسانه وليها قيمه وناس بتحبها وقلبهم نزف من الالم عليها وعلى فراقها، فعلشان كده هو هينتقم لها. فضل يهاجمها كتير جدا وهي ما كانتش عايزه تستسلم، واستعانت بكل قوه الشر والظلام. قرر انه يطعنها بسيفه السحري، وبدا النهار يطلع تاني في المدينه وقدر انه يقضي عليها. كان الناس كلهم فرحانين بيه، ولد صغير اترجى انه يقبله تلميذ عنده فوافق له وبدا يرشده بالتعليمات، وطلب منه يجيله علشان يبداوا تدريبات على طول. ومده كمان بقوه الضوء الابيض والذهبي من التعويذه اللي اخترعها بنفسه. والكل كان فرحان بيه جدا. وكلمه ملك التنين وقال له ما انه هزم الشر فهديله فرصه بانه يشترك في مسابقه جديده، ولو قدر انه يطور من قوته ويهزم المشتركين وقتها هيعلنوا بطل العالم. شكروا له وقال له انه هيفضل يقاتل ويدافع عن الحق وعمره ما هيخاف ابدا، ودي حياه كل بطل. يمكن تكون قصتنا انتهت لحد كده، لكن الحقيقه ان قصص الابطال عمرها ما بتتنسي وبتفضل عايشه طول الوقت. لو عجبكم بقى فيديو النهارده ما تنسوش الدعم باللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلكم اشعار بكل جديد بنعمله.